السلام عليكم اخواني الكرام، اهلا وسهلا فيكم في قناه اخوكم ابو عمر. بالفيديو شباب رح نحكي عن طريقه فتح حساب حقيقي في اسواق الفوركس. واسواق الفوركس شباب هي اللي ما بيعرفها، هي عباره عن سوق لتداول العملات والسلع مثل الذهب والفضه والمؤشرات مثل الداو جونز والناسداك. طبعا الغايه من هي التعامل مع هي الاسواق انه انت تتداول وتبيع وتشتري العملات وتحقيق بعض الارباح. ولكن شباب بالنسبه لنا نحن كاشخاص عاديين بحاجة إلى شركة وساطة مالية ما بيننا وبين أسواق الفوركس. إلا إذا اللهم كنت أنت شي بنك أو شي رجل أعمال كبير بإمكانك تدخل بأموالك بدون أي شركات وساطة، ولكن الحسابات الصغيرة لازم يكون في شركات وساطة. ومشكلة شباب شركات الوساطة كبيرة، في منها النصاب، في منها شركات الغير موثوقة. طبعا أنت لازم تعمل بحث عن أي شركة وساطة بدك تكون وسيطة بينك وما بين أسواق الفوركس، وتعرف إذا هي الشركة مضمونة ولا لا. أنا شباب عملت بحث عن أحد الشركات وشفت أنه شركة كويسة اللي هي شركة اكس اس للوساطة المالية. فتحت حساب عندهم، حساب حقيقي، وأودعت المال وسحبته وكانت الأمور كلها تماما. بالإضافة إلى أنه هي الشركة تدعمك بالأخبار الاقتصادية اليومية وتساعدك على أنك تتداول بشكل صحيح قدر الإمكان، وعندها خدمة عملاء جدا كويسة. إذا بهالفيديو شباب رح نتعلم كيف بنفتح الحساب بهي شركة الوساطة، كيف فيني أسحب الأموال، أودع الأموال، وكيف فيني أسحبهم. وراح أعطيكم رأي شباب في التداول بشكل عام بنهاية هذا الفيديو. بتمنى شباب قبل ما بلش بهذا الفيديو تدعموني بالإعجاب والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد. خلونا نبدأ على بركة الله، فلنبدأ سويا. إذن أول شيء شباب راح أتوجه إلى الجوجل كروم وأدخل إلى موقع منصة الإكس إس، راح أحط xs.com. إذن هذا هو أول خيار راح أضغط عليه. إذن هذا هو الموقع، حاليا باللغة الإنجليزية، يدعم اللغة العربية. راح أضغط على خيار اللغة وراح أختار اللغة العربية. هلا إذا عندك حساب بتضغط على الدخول، إذا بدك تعمل حساب جديد بتضغط على التسجيل. هلا بننطر شوي. هلا هون شباب بنعبي معلوماتنا الشخصية وبنستخدم الأحرف اللاتينية، ما بنستخدم لا الأحرف التركية ولا العربية ولا شيء. إذا بنبلش اللقب مستر مثلا، السيدة مسز، وبتعبي الأسماء ورقم الهاتف وإلى آخره. هلا بضغط على المتابعة. إذا راح أختار فتح حساب حقيقي. هلا عم لي شو المنصة اللي بدك تستخدمها، ميتا تريدر 4 ولا 5؟ راح أختار له ميتا تريدر 4. عم لي شو نوع الحساب اللي بدك تفتحه، راح أختار مثلا كلاسيك. هلا عم لي الرافعة المالية راح تكون عندك 1/2000. أنا فيني بغيرها، والعملة اللي راح تستخدمها هي دولار الأمريكي. هلا بضغط على المتابعة. هلا عم يعطيني هون نظرة عامة على الحساب الحقيقي، بضغط على المتابعة. هلا هيك عم يقول لي تم إنشاء الحساب الحقيقي وأعطاني رقم الحساب. هلا بيبعث لي بالبريد الإلكتروني اللي أنا حطيته بيانات الحساب على منصة ميتا تريدر 4. ملاحظة هامة شباب، رح يطلب منك الموقع صورة عن الهوية وصورة عن سند الإقامة من أجل توثيق حسابك، لأنه حسابك لازم يكون موثق. لذلك شباب رح أضغط على هدول الخطوط الثلاثة، بعدين بضغط على الملف الشخصي. هلأ بضغط على تحميل الوثائق. هلأ شباب من أريد تحميل بضغط على اختار. بدي اختار أنا الوثيقة يلي بدي حملها. إذا رح أضغط على هوية أو جواز سفر. إذا هون شباب عم يعطيني التعليمات أنه لازم يكون عندك جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر. إذا عندك هوية لازم تصورها من الأمام والخلف. ممكن ياخد رخصة قيادة، وعم لك لازم تكون صورة الهوية ملونة ويكون فيها ظاهر التاريخ والاسم ورقم الهوية بشكل واضح. طيب رح اختار هلا أنا هوية وطنية. هلا شباب بلد الإصدار رح أحطه تركيا. هلا شباب بنخر على هذا الفراغ المكتوب عليه الجانب الأمامي، بضغط عليه وبحمل الصورة الأمامية للهوية. هلا شباب كمان بضغط على هذا الفراغ المكتوب عليه الجانب الخلفي وبصور الجزء الخلفي من الهوية. إذا لاحظوا شباب أنا حملت لهم الهوية وأيضا إثبات العنوان، هدول اللي بيكفوا لتوثيق الحساب. هلا شباب برجع بضغط على هدول الخطوط الثلاثة من أجل تحميل منصة ميتا تريدر 4 على الجوال وعلى الحاسوب. أيضا شباب ملاحظة هامة، يلي بده يشتغل بالتداول لازم يكون عنده حاسوب، ما بيمشي الحال على الموبايل بس.
هلا شباب، لبين ما الشركة توافق على حسابي وتوثقه، رح نزل برنامج الميتا تريدر 4. رح نزل ايضا برنامج البينانس. اللي ما عنده بينانس فينا ننزل الباريبو من اجل تحويل وارسال الاموال، ولازم يكون عندك حساب بنكي مثلا وليكن الزراعات. إذا شباب، بعد نصف ساعة تقريبا اجت الموافقة على الوثائق يلي قدمتها. هلا ممكن شباب لاحظوا شباب هون تم رفض المستند الخاص بك. عادي جدا شباب، يكون مش مشكلة بالتصوير أو شيء، فأنت بترجع بتعيد تصور الهوية أو سند الإقامة. لاحظوا هون شباب تمت الموافقة على الوثائق المقدمة. معناتها هيك الامور شباب كلنا تمام. هلا بنطر رساله بالبريد الالكتروني تجيني: تم انشاء حساب ميتا تريدر 4. هي اهم رساله بتجيني مشان اعرف ادخل على منصه التداول. اذا هي شباب الرساله بتتضمن رقم حسابك او تسجيل الدخول، كلمه المرور، وخادم التداول او رمز البروكر اللي عم تتعامل معه اللي هو منصه اكس اس. طيب شباب، رح روح على برنامج الميتا تريدر 4 بعد ما نزلته من المنصة، وبضغط على هدول الخطوط الثلاثة. هلا هون شباب أنا بنصح وبشدة إنك تفتح حساب تجريبي قبل ما تدخل في الحساب الحقيقي. إذا تمكنت بتدخل حاليا إلى تسجيل الدخول لحساب حالي، معناته حساب حقيقي. هلا شباب، بخانة اعثر على وسيط بدي روح جيب الكود تبع الوسيط تبعي من البريد الإلكتروني يلي أرسلت إياه منصة اكس اس. إذا هذا هو شباب الوسيط تبعي، وهذا هو الكود تبعه عند كلمة خادم التداول. هلا بنسخ هذا الرمز وبرجع إلى منصة ميتا تريدر 4. هلا بلصق الكود في خانة اعثر على وسيط. لاحظوا شباب طلع لحاله، بضغط عليه. هلا شباب بدي اسم الدخول وكلمة السر أيضا بنجيبها من البريد الإلكتروني. إذا هدول هنين بنسخن وبرجع إلى منصة الميتا تريدر 4. هلا هون بلصقن وبضغط على تسجيل الدخول. إذا هيك شباب بكون أنا فتحت حساب حقيقي في منصة التداول ميتا تريدر 4. حاليا الرصيد 0. هدول شباب الحسابات تجريبية، أنا كنت عم جرب قبل ما أفتح حساب حقيقي. طيب شباب، هلا حتى أبدأ بالتداول بحساب حقيقي لازم أعبي حسابي ببعض النقود، أقل شيء $300. لذلك شباب رح توجه إلى منصة باينانس، أنا فاتح حساب فيها. يلي ما عنده شباب حساب الباينانس فينه عن طريق حساب الباريبو. إذا لا عندك لا باينانس ولا باريبو ولا عندك أي منصة تداول عملات رقمية، فينك تطلب من شركة الوساطة تودع لك مصاري بحسابك وأنت بتعطيهم كاش. طيب شباب، أنا لازم أودع بمنصة باينانس $1000، وبعدين أنا بحولهم إلى شركة الوساطة وهي بتنزل لي إياهم بحسابي في التداول. لذلك رح أضغط على إيداع. بعدين بتضغط على الشراء باستخدام الليرة التركية. هلا بضغط على هذا الزر مشان احول من الليرة التركية الى الدولار الرقمي USDT، وراح اكتب اني انا بدي اشتري $1000. هلا بضغط على الدفع بواسطة من اجل حدد البنك اللي بدي ادفع منه. عم يقول لك من الزراعات بكلفك الدولار 32.7، من الجارانتي 33.05، من الاولدوبيل بكلفك 38.78 قرش. انا راح اختار الزراعات لانه ارخص شيء. هلا بضغط على شراء USDT. اذا هون عم يقول لك تم انشاء الامر، يرجى الدفع للبائع خلال مده تقريبا ربع ساعه. اذا هذا هو البائع، وعم بيقول لك انه انت بدك تشتري $1000، رح يحسب لك اياهم ب 32,765 ليره و40 قرش. يعني الدولار حسب لك اياه ب 32.7، ورح تستلم 1000 USDT او $1000. هلا رح اضغط على عرض تفاصيل الدفع. هلا هون شباب بنسخ ايبان البائع، بيهمني من هالصفحة بس هذا الايبان بنسخه مشان نروح حول عليه مصاري. وما بصير شباب تضغط على تم التحويل لتكون متأكد انك حولت. هلا رح اروح الى برنامج الزراعات بنك، وبضغط على تحويل الاموال الى مستلم جديد. هلا هون شباب بلصق ايبان البائع وبضغط على التالي. هلا بضغط على الحساب يلي بدي ارسل منه. هلا هون بحط المبلغ يلي طلبه البائع. هلا بضغط على المتابعة. هلا هون بتختار بنوع الدفعة دفعة تجارية، وبتكتب بخانة التشيكلمة أو التوضيح شراء USDT. هلا بنضغط على المتابعة، بنشوف الوصل بنتأكد منه مزبوط، وأخيرا نضغط على أونايلا أو الموافقة على الدفع. هلا برجع إلى منصة باينانس. هلا بضغط على تم التحويل، أخطر البائع، ببلغ البائع أني دفعت لك، يلا حولني $1000.
هلا شباب بتخلي هالصفحة مفتوحة، اوعك تسكرها لتشوف انه تم استلام $1000. في حال لا سمح الله صار معك اي مشكلة بتضغط على طلب تحكيم مشان ترفع مثلا شكوى على البائع لسه ما بعت لك المصاري، لذلك بنصبر. ايوه هيك تمام شباب. هلا انا استلمت $1000 في محفظتي في باينانس. ممتاز كتير شباب هذا الحكي. هلا صار لازم نحول $1000 من منصة الباينانس الى منصة التداول في ميتا تريدر 4. اذا هلا شباب راح اتوجه الى البريد الالكتروني الخاص فيني وشوف المعلومات الدخول الى منصة الاكس اس اللي انا سجلت فيها حسابي. اذا هي شباب الرسالة عملي التسجيل الخاص بك قد اكتمل الان. بضغط عليها. إذا لاحظوا شباب عم يعطيك تسجيل الدخول وكلمة المرور والعنوان اللي بدك تروح عليه مشان تدخل إلى منصة اكس اس. راح أضغط على هالرابط. إذا اسم المستخدم حاطط لي بشكل أوتوماتيكي. هلا بحط كلمة المرور وبحط رمز الأمان وبضغط على تسجيل الدخول. إذا راح تفتح معك هي الصفحة لإيداع الأموال شباب. راح أضغط على هدول الخطوط الثلاثة. هلا بضغط على الأموال بعدين على إيداع الأموال. هلا في عندك عدة طرق لإيداع الأموال. أنا راح أختار الإيداع عن طريق العملات الرقمية. إذا راح أختارها وأضغط على المتابعة. إذا هون شباب بحط بمبلغ الإيداع $1000 وأيضا بالمبلغ المضاف $1000 وبضغط على المتابعة. كمان هون بضغط على المتابعة. هلا هون شباب بخانة الكريبتو بختار USDT TRC20. هام جدا، ها ديروا بالكم. العملة دولار والمبلغ $1000 كله تمام. بضغط على الوديعة. تمام هيك شباب انشأ لي رابط لإيداع الأموال فيه. بنسخه لهذا الرابط وبروح على الباينانس. خلونا ننسخه بالضغط على هذا الزر. وهي الصفحة شباب بنخليها مفتوحة ما بنسكرها ليك تملوا هدول الخطوات هدول الثلاثة كاملة. اوعك تسكرها. هلا بروح إلى الباينانس. إذا هلا شباب بضغط على المحفظة وبعدين بضغط على تمويل. لازم يكون المبلغ شباب يلي انت بدك تحوله لأي منصة موجود في خانة التمويل. إذا كان بخانة الفوري بتضغط على تحويل من أجل تحويل من الفوري إلى التمويل. إذا راح أرجع إلى محفظة التمويل وأضغط على سحب. بعدين بضغط على الإرسال عبر شبكة العملات الرقمية. هلا هون شباب بلصق الرابط يلي جبته من منصة اكس اس وبحط الشبكة TRC20. ديروا بالكم TRC20 مهم جدا. وبحط المبلغ يلي بدي حوله واللي هو $1000. راح احط كل المبلغ لنشوف لانه بده ياخذ عمولة. اذا اخذ $1 عمولة اللي راح يتم التحويل $999.35. راح اضغط على سحب. عم يقول لك دقق المعلومات قبل ما تعطي تأكيد. اذا انت جاهز اضغط على تأكيد. إجراءات الأمان دائما شباب موجودة في الباينانس. بده طريقة التحقق الإضافي. نضغط على مفتاح المرور وبعدين نضغط على تفعيل. هلا بضغط على إضافة مفتاح مرور. هلا هون شباب مطلوب مني كود جيبه من البريد الإلكتروني وحطه هون الصقه. بعدين بضغط على إرسال. العملية ممكن تاخذ شباب هون شي دقيقة. أنا راح أتوجه إلى منصة اكس اس وشوف كيف عم تتم العملية هل نجحت أم لا. طبعا شباب نحن هاي الصفحة طلبنا منكم انه تخلوها مفتوحة مشان نتأكد. لاحظوا شباب الخطوات الثلاثة تقريبا على وشك الاكتمال بالخطوة الثالثة. اذا لساتنا شباب ناطرين ما بنعمل شيء شباب. ممكن الموضوع ياخذ 5 دقائق بننطرها حتى يتم الايداع. هلا عم اعمل تحديث. تمام شباب. هيك تم ايداع مبلغ $1000 في منصة اكس اس. بس هو المبلغ شباب كان $999.35. خلونا نضغط على هدول الخطوط الثلاثة. بعدين راح اضغط على سجل المعاملات. اذا هذا هو شباب عملية الايداع. المبلغ المودع خلينا نحرك الشاشة الى اليمين. اذا مثل ما حكينا $999.35 مزبوط. اذا هلا المصاري شباب صارت في حسابي في منصة اكس اس ولكن لسه ما دخلت إلى حساب التداول في ميتا تريدر 4. لذلك شباب رح أعمل عملية تحويل. رح أضغط على هدول الخطوط الثلاثة وبعدين رح أضغط على تحويل الأموال. حاليا شباب المصاري موجودة في المحفظة. هي المحفظة تبعيتي اللي أنشأتها في منصة اكس اس. وحساب التداول هذا هو شباب التحتاني اسمه كلاسيك وهذا هو رقم الحساب.
إذا راح أضغط عليه. إذا هذا هو شباب عنوان المحفظة، وهذا عنوان حساب التداول. إذا راح أسحب من المحفظة كامل المبلغ $999 فاصل 35 سنت. هلا بضغط على المتابعة لتأكيد التحويل. خلص هيك شباب تم التحويل من المحفظة إلى حساب التداول. هلا فينك تروح إلى ميتا تريدر 4 وتبدأ رحلتك في التداول. هلا شباب الفقرة الأخيرة اللي هي سحب أرباح التداول. راح أدخل إلى منصة XS وسجل دخول وبضغط على هدول الخطوط الثلاثة. هلا هون شباب بضغط على تحويل الأموال. هلا هون شباب التحويل بالعكس من منصة التداول ميتا تريدر إلى منصة XS، لذلك راح أضغط على تحويل من هون راح أضغط من كلاسيك الخيار الثاني، بعدين تحويل إلى بحطه إلى عنوان المحفظة، بضغط على الخيار الأول. هلا بنضغط على المتابعة. هلا عم يقول لي كم المبلغ يلي بدك تسحبه، أنا راح أكتب $442. هلا بضغط على المتابعة، كمان بضغط على المتابعة. إذا عم يقول لي تم التحويل بنجاح. هلا العملية الثانية هي الأهم اللي هي التحويل من المحفظة إلى منصة باينانس. راح أضغط على الخطوط الثلاثة، بعدين بضغط على سحب الأموال. هلا هون بختار تحويل الأموال إلى محفظة عملات رقمية أخرى مثل باينانس. إذا راح أختار هذا الخيار. إذا عميلي ليس لديك أي تفاصيل دفع، راح أضغط عليه من أجل إضافة تفاصيل. إذا عند كلمة أريد التحميل بختار محفظة عملات مشفرة. العملة الرقمية المشفرة بكتب USDT الدولار الرقمي. هلا بالنسبة للعنوان المحفظة لازم نروح إلى الباينانس أو أي محفظة إلكترونية عندك يا باريبو أو إلى آخره. هلا بروح إلى المحفظة وبضغط على USDT وبضغط على إيداع. هلا هون برجع بختار USDT. هلا هون بختار الشبكة TRC20 مهم جدا. هلا هون شباب بنسخوا لهذا الرابط بالضغط على هذا الزر وبرجع إلى منصة XS. هلا هون شباب عند الشبكة بختار TRC20 مثل ما قلنا مهم جدا، وعند عنوان المحفظة بلصق العنوان اللي جبته من منصة باينانس. هلا شباب بضغط على تحميل. إذا هون شباب عم لك تم تحميل تفاصيل الدفع بنجاح. صار عندك وسيلة دفع، ما في داعي كل مرة تعيدها. إذا هي شباب تفاصيل الدفع صارت جاهزة. هلا بضغط على المتابعة. إذا هلا برجع بحط المبلغ يلي بدي اسحبه من أرباح التداول وليكن $442. هلا بضغط على المتابعة. إذا هي شباب تفاصيل الدفع، بضغط على المتابعة. إذا هلا شباب جاري عملية السحب. ننطر بقى من المنصة XS لتحول المصاري إلى حسابي في منصة باينانس. إذا حابب تلغي العملية بتضغط على إلغاء السحب. إذا شباب بعد شي ربع ساعة اجتني رسالة. لاحظوا شباب اجتني رسالة من باينانس أنه تم تأكيد الإيداع، ومن منصة XS أنه تمت عملية السحب. إذا هي شباب الرسالة تمت الموافقة على عملية السحب، وسحبنا تقريبا $442. وهي رسالة من باينانس أنه تمت عملية الإيداع بنجاح. إذا خلونا نروح على باينانس. لاحظوا شباب هذا هو المبلغ تم إيداعه في المحفظة الفورية. وأخيرا شباب رح أقدم لكم بعض النصائح للتداول الناجح، هي عن تجربة يعني. لا تفتح حساب حقيقي قبل التجريب بحساب تجريبي لمدة 6 شهور على الأقل. النصيحة الثانية شباب تعلم مهارات التحليل الفني بشكل مستمر وعدم الاعتماد على استراتيجية واحدة. النصيحة الثالثة شباب لا تفتح حساب حقيقي بأقل من مبلغ $3000، لأن المبالغ الصغيرة الشباب مع السهر على التحليل الفني ومتابعة الأخبار الاقتصادية ويكون أرباحك $0.5 $5 راح تمل وراح تكره هذا المجال كتير. النصيحة الرابعة شباب لا تطمع كتير ولا تخاف كتير، لأنه هدول أكتر شيء بيدمر المتداول. تابع الأخبار الاقتصادية لحظة صدورها وسكر كل صفقاتك قبل صدور الخبر بساعة على الأقل، لأنه الشباب المؤشرات بهاللحظات هي لحظة صدور الخبر لا يمكن التنبؤ بها إطلاقا. تعلم مهارات إدارة المخاطر لحماية حسابك من المرجنة. وبحياتكم شباب ما حدا يفتح صفقة وما يحط لها وقف خسارة، لأنه ممكن يتدمر حسابك على الأخير. طبعا شباب في إسا كمان نصائح كثيرة، بس هي أهم النصائح.
بتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.